كل فنان بيكون له محطات فنية في حياته بتبين موهبته، وكل ما النجم بيكون مبدع بيزيد صعوبة اختيار الأفضل ما بينهم. هنا في عالم ووتوبيا هنعمل سلسلة اسمها ووتوبيا توب 7. هنتكلم عن أهم 7 محطات فنية لكل نجم، وعشان نبقى عارفين من الأول السلسلة مش هتكون مقتصرة على ممثل أو ممثلة، لكن كل ما هو له علاقة بالفن زي المؤلف والمخرج والمطرب والفنان نفسه لو عنده رصيد يسمح من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات هنقسمهم. وطبعا الترتيب ده هيكون من وجهة نظري أنا، يعني طبيعي انك تبقى مختلف معايا، وانا هستنى تعليقك وترتيبك في كل حلقة، وهعرضها في بداية كل حلقة جاية. بس كده مقدمة طويلة بس عشان كنت لازم اشرح الفكرة. وبما ان الاختيارات اختياراتي، حبيت اول شخص اختاره في السلسلة يكون ممثلي المفضل. مين؟ شكري سرحان، وهو الممثل اللي اختارته لجنة مهرجان القاهرة الدولي كأفضل ممثل في القرن العشرين كله. وهنا هنعرض من 7 ل1 أهم محطاته الفنية. جاهزين؟ يلا بينا. السهل الممتنع، الكلمة دي بالظبط تتطبق على شكري سرحان وانت مرتاح. ممثل مهما كانت القائمة بتاعتك لأحسن ممثلين في مصر مستحيل مش هيكون فيهم. ده أكتر فنان له أفلام في أفضل 100 فيلم مصري، عنده منهم 16 فيلم، ومنهم في سنة 62 دخل القايمة بفيلمين أحلى من بعض، اللص والكلاب وصراع الأبطال. يسكت؟ لا، ده في سنة 68 بيعلي على نفسه ويعمل 3 أفلام بيدخلوا قايمة ال100 فيلم: المتمردون، البوسطجي، قنديل أم هاشم. انت شايف؟ ده بينافس نفسه حرفيا. ده في ممثلين لو 10 من جمهورهم قالوا لهم حلو الفيلم بتاعكم يطلع ينشره ويقول لك انا التوب ومحدش قدي. نرجع لموضوعنا. شايف الحيرة اللي احنا فيها؟ احنا قدام ممثل رائع بمعنى الكلمة. هي حيرة بس لذيذة. وقبل ما نبدأ بفكر كل واحد ان بعد الفيديو يكتب القائمة اللي شايفها لأفضل أفلام شكري سرحان من وجهة نظره. رقم 7، الزوجة التانية. فيلم سنة 67، بطولة سعاد حسني وشكري سرحان وصلاح منصور وسناء جميل، تأليف أحمد رشدي صالح وإخراج صلاح أبو سيف. الفيلم بيتكلم عن قرية في الريف فيها عمدة فاسد ومستبد وكل القوانين في ايده، ولانه ما بيخلفش وعجبته واحدة بتشتغل عندهم وهي فاطمة، واللي متجوزها ابو العلا اللي هو شكري سرحان. واتفرج بقى على تمثيل شكري سرحان وهو بيوريك الزوج المقهور وبتتاخد مراته غصب عنه. الفيلم ده عبارة عن مباراة تمثيلية لكل اللي فيها، ولو ما شفتش الفيلم تبقى محظوظ انك هتشوفه لأول مرة. حسبي الله ونعم الوكيل. رقم 6، كلهم أولادي، سنة 1962، سنة القمة لشكري سرحان. ورغم ان الفيلم من افضل 7 افلام عندي لكن مش موجود في قائمة افضل 100 فيلم. الفيلم بيتكلم عن اب له 3 اولاد، الكبير هو شكري سرحان اسمه امين وهو محامي، والابن الاوسط سالم وده ضابط، والابن الاخير مدحت المستهتر اللي بسببه بتحصل مشاكل كتير للعيلة، واللي بيحاول يساعده وينقذه هو اخوه الكبير امين اللي رافض سلوكه بس طبعه مايل للسلبية عكس شدة اخوهم سالم. ورغم ان امين بيدافع دايما عن مدحت اخوه الصغير، لكن بيكتشف ان بنت عمه اللي بيحبها يوم جوازهم انها غلطت وما بترضاش تقول له هو مين، ويفضل في صدمه لحب عمره. وتيجي اللقطه اللي بيعاتبه اخوه الضابط انه دايما بيدافع عن اخوهم الصغير. عموما انت لازم تتفرج على الفيلم ده، هتشوف ابداع في التمثيل. اخ مجرم واخ ضابط ولازم يقبض عليه. رقم 5، امرأة في الطريق، سنة 58، تأليف عبد الحي أديب وإخراج عز الدين ذو الفقار. الفيلم بيتكلم عن معلم عنده ولدين، كل ولد من زوجة، وبيحب ابنه الصغير حسنين أكتر من ابنه الكبير صابر. وهنا شكري سرحان بيمثل دور حسنين، الابن اللي متدلع اللي ما بيعرفش يعمل حاجة، وحتى مراته مش شايفاه راجل وعينها على أخوه الكبير. بص، هو الدور ما يتشرحش قد ما يتشاف إمكانيات شكري سرحان في الدور. حسنين العيل بقى راجل جاي ياخد بطاره ويغسل عاره. احنا التلامذة، سنة 59، تأليف محمد أبو يوسف، إخراج عاطف سالم. وده بيتكلم عن 3 تلاميذ، عادل، حسنين، سمير، وكل واحد منهم له مشكلة. وبما إننا بنتكلم عن شكري سرحان فهو دور حسنين أقوى دور في ال3. هو شاب من الصعيد وجاي يدرس القانون، وعمه بيفكروا دايما اللي بيصرف عليه إنه لازم ياخد طار أبوه. وهنا حسنين بيبقى في حيرة ما بين إنه يسمع كلام عمه عشان هو محتاج الفلوس عشان يكمل دراسة القانون، وما بين رفضه للطار اللي هو ضد القانون اللي بيدرسه، وده بيخليه يروح لسكك تانية عشان يصرف على نفسه. يا شيخ ده كلام جرايد، بكره يقوم زي القرد. رقم 3، شباب امرأة، سنة 56، تأليف أمين يوسف غراب وإخراج صلاح أبو سيف. الفيلم بيحكي عن أم في الريف باعت البقرة بتاعتها عشان ابنها إمام ينزل مصر ويدخل كلية دار العلوم، ولما بيوصل بيأجر أوضة عند معلمة بتحب الرجالة، ولما بتشوفه بتعمل كل حاجة عشان تخليه يبقى معاها، وده بيأثر على دراسته وصحته. وكل ما يحاول يبعد عنها بتربطه أكتر بحاجات تانية،
والفيلم ده شكري سرحان كان مبدع في اداء دور الشاب الريفي من غير ما يصطنع. ولو عايز تعرف حكايه الفيلم ده هتلاقيها في الوصف فوق، ادخل واسمع كواليس الفيلم. البركه فيك انت تشوف لنا نجار ابن حلال يعمل لي حمارين خشب وكام لوح يبقى السرير معتبر. بنيجي لافضل اتنين، اللص والكلاب سنه 62، تاليف نجيب محفوظ واخراج كمال الشيخ. وهنا شكري سرحان بيبدع في شخصيه سعيد مهران، الحرامي اللي بياخد رؤوف علوان قدوته في الحياه، واللي بيقنعه ان اي وسيله تجيب له فلوس تبقى كويسه. ولما بيسمع كلام رؤوف علوان ويسرق مره ورا مره لحد ما في مره الصبي بتاعه بيبلغ عنه عشان يتجوز مراته. ولما بيخرج سعيد من السجن بيلاقي كل الناس بقت ضده ويقرر انه ينتقم منهم كلهم. الفيلم فيه مساحه كبيره لشكري سرحان عشان يقدم قدراته الفنيه من طيبه وخداع وكره وحقد وضعف وغل. والفيلم متاخد من قصه حياه سفاح الاسكندريه سنه 60 محمود امين سليمان. انا بلجأ لك، احميني، مش عاوز حد يشوفني من زوارك. رقم 1 سنة 68 يحيى حقي وحسين كمال بيعملوا فيلم البوسطجي. الفيلم بيحكي عن البوسطجي عباس اللي متضايق وغضبان من نقله من القاهرة عشان يبقى ناظر في مركز بريد في قرية اسمها كوم النحل. وعشان هو متعالي الناس كلها ما بقتش تحب التعامل معاه، فبدأ يزهق ويمل وما لقاش غير الجوابات بتاعت اهل القرية اللي يتسلى بيها طول الليل لحد ما بيتسبب في موت واحدة. الفيلم على بعضه تحفة إبداعية من يحيى حقي وحالة واقعية من حسين كمال. وشكري سرحان في الفيلم ده استحضر كل قوته عشان يقدم افضل دور له على الاطلاق، من ضيق وتعالى على القريه والناس، ومن حيرته وقلقه على قصه الحب اللي بيتابعها في الجوابات، وحزنه وكسرته في موت البنت في الاخر. شكري سرحان في الفيلم ده مدرسه بمعنى الكلمه. يا حلاوه حلاوه. بس كده، لو عجبك قائمه الافلام اللي عملتها دوس لايك وشير عشان يوصل لكل الناس، ولو ما عجبتكش اكتب لي في التعليقات قائمه افضل افلام شكري سرحان من وجهه نظرك. ولحد ما نتقابل خليك فاكر وتوبيا حكاوي الفن ما بتنتهيش. سلام. بنت عمك تشرفني لو كانت مراتي.